طيب المفروض ان انا بنهي خلاص السطر اللي انا اشتغلته. معايا 3 سلاسل وبقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، بقفل هنا، اقفل بمنزلقة. طيب السطر التاني او السطر الجديد هطلع 8 سلاسل عبارة عن 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبزود عليهم 3، 1 2 3. بسيب اول مربع واشتغل في التاني على طول ب3 عواميد. بعد كده 3 سلاسل و3 عواميد في المربع اللي بعد كده. ثلاث سلاسل كمان وانزل ب3 عواميد في المربع الثالث. اول ما يبقى معايا 1 2 3 اطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وانزل ب3 عواميد في المربع اللي عندي بعد كده. السطر ده هو تكرار للسطر الرابع اللي انا كنت عاملاه في اللي انا اشتغلتهم قبل كده، اللي هو السطر ده. بشتغل 3 مجموعات، 1 2 3، سوري، بشتغل 1 2 3 وبعد كده اشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 5 سلاسل، 1 2 3 5 سلاسل. فانا بكرر نفس السطر ده هنا. طيب نهاية السطر ده هيبقى ازاي؟ هاخد 3 سلاسل، 1 ثانية واحدة، اخد 3 سلاسل، 1 2 3، واجي هنا اشتغل عمودين بدل 3، 1 2، والعمود التالت هيبقى هقفله في سلاسل الارتفاع، يعني اخده من سلاسل الارتفاع اللي هي بتاعة السطر اللي انا هشتغله جديد. 1 2 3، اجي هنا كده واقفل بغرزة منزلقة، يبقى انا كده عملت ال3 عواميد بتوعي. طيب بداية السطر الجديد اطلع 3 سلاسل، 1 2 3، هخش على ال5 سلاسل بتوع السطر اللي قبل كده، هشتغل فيهم 3 عواميد، 5 سلاسل 3 عواميد. طيب انا معايا اول عمود اللي هو ال3 سلاسل، هعتبرهم ان هما بمثابة اول عمود معايا، يبقى ناقص لي عمودين 2. يبقى انا كده عملت ال3 عواميد، منهم عمود سلاسل ارتفاع، واشتغل ال5 سلاسل و3 عواميد في نفس المكان. بعد كده اخد 3 سلاسل، 1 2 3، واجي في المربع اللي يقابلني على طول اشتغل غرزة منزلقة، بعد كده 3 سلاسل كمان، وتاني مربع غرزة منزلقة، 3 سلاسل كمان. هبص الاقي ان انا عندي 5 سلاسل بشتغل فيهم الغرزة بتاعتي اللي هي 3 عواميد، وبعد كده 5 سلاسل 3 عواميد في نفس المكان. بعد كده اكرر 3 سلاسل، 1 2 3، وغرزة حشو، بعد كده 3 سلاسل، غرزة حشو، 3 سلاسل، بعد كده الاقي الخمس سوري 3 سلاسل. بعد كده هبص الاقي ان انا عندي 5 سلاسل اشتغل فيهم نفس الغرزة اللي هي 3 عواميد، 5 سلاسل و3 عواميد في نفس المكان، وبكرر كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب كالعادة خلاص انا داخلة على نهاية السطر، انا واقفة عند غرزة المروحة، تأسيس غرزة المروحة، وهاخد 3 سلاسل
واقفل هنا بغرزة حشو، و3 سلاسل كمان، واقفل هنا بغرزة حشو، و3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي في سلاسل ارتفاع 1 2 3، واقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة. طيب بداية السطر الجديد بقى اطلع 3 سلاسل، 1 2 3، ده كده كأنه خلاص اول عمود، واجي في الغرزة اللي جنبيها اشتغل عمود، الغرزة اللي جنبيها كمان عمود، يبقى كده 3 عواميد، واجي هنا اشتغل 3 عواميد جوه ال5 سلاسل، تلات عواميد اهم، 1 2 3، وبعد كده اخد 3 سلاسل، 1 2 3، هي نفس الغرزة على فكرة اللي انا كنت اشتغلتها قبل كده في الجسم نفسه بتاع البلوزة دي. وبعد كده في نفس المكان انزل 3 سلاسل، واشتغل فوق التلات عواميد 3 عواميد. ادي اول عمود، 1 2 3، بعد كده اخد 3 سلاسل، 1 2 3، واجي في ال3 سلاسل اللي هم الوسطانيين، يعني هسيب دي واسيب دي واشتغل هنا. ممكن 1 2 اجي في الغرزة بقى اشتغل في سلاسل انا عندي 3 سلاسل، 1 2 3، اشتغل في الغرزة التانية غرزة حشو، بعد كده 3 سلاسل، واشتغل فوق الثلاث عواميد 3 عواميد، وفي قلب ال5 سلاسل اشتغل 3 عواميد 3 سلاسل 3 عواميد، وفوق الثلاث عواميد اشتغل 3 عواميد، بعد كده اطلع 3 سلاسل، واجي في الثلاث سلاسل اللي هم الوسطانيين دول واشتغل في الغرزة التانية او السلسلة التانية غرزة حشو، واكمل كده لحد نهاية السطر. طيب انا واقفه اهو عند المروحه، اخر مروحه معايا في السطر، وناقص ان انا اقفل السطر. بطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وبعمل الغرز بتاعتي عادي، ان انا باجي في السلسله الوسطانيه اقفل في تاني سلسله بغرزه حشو، بعد كده 3 سلاسل، واجي في سلاسل الارتفاع اللي هي السلسله الثالثه واقفل بغرزه منزلقه، بعد كده اطلع 3 سلاسل، دول كده اول عمود معايا، واشتغل فوق كل عمود عمود معايا منهم 1، ادي 2 3 4 5 6، ودخلنا على ال3 سلاسل، في كل سلسلة اشتغل 2 عمود، ادي 1، وفي نفس المكان العمود التاني، السلسلة التانية عمودين 2 في نفس المكان، والسلسلة التالتة والأخيرة اشتغل برضو فيها 2 عمود. ده العمود التاني، وفوق كل عمود يقابلني اشتغل عمود، اللي هم المفروض 6 عواميد. بعد كده اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، فوق غرزة الحشو اشتغل غرزة حشو و3 سلاسل، واكرر نفس اللي انا عملته فوق كل عمود عمود،
واجي في الثلاث سلاسل، كل سلسلة اطلع منها ب2 عمود، وفوق العواميد اشتغل عواميد واكرر لحد اخر السطر. طيب نهاية السطر انا خلاص عملت 3 سلاسل، واجي في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع 1 2 3 اقفل بغرزة منزلقة. بعد كده اطلع 3 سلاسل 1 2 3 بمثابة اول عمود، باخد سلسلة كمان. المفروض ان انا بكرر السطر اللي هو عشان تبقى واضحة لكم، بكرر السطر ده. انا كنت بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وطبعا بسيب عمود على السطر. وكنت لما باجي هنا في النص كنت بشتغل عمود و 3 سلاسل عمود، لا سوري، عمود سلسلتين وعمود اللي هي في الغرزة الوسطانية. فأنا هكرر نفس الكلام هنا. يبقى 3 سلاسل وسلسلة، وبسيب غرزة على السطر أو عمود من تحت، وآجي أشتغل عمود. يعني أنا بعمل مربعات. جيت عند الغرزة اللي أنا قلتلكوا عليها اللي هي الوسطانية، طلعت عمود سلسلتين بدل سلسلة واحدة، وبنزل في العمود اللي جنبيه على طول بعمود، وأكمل باقي الشغل سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. بعد كده اروح على طول للمروحة التانية بعمود، واخد سلسلة عمود سلسلة عمود، واول ما بوصل لهنا كده باخد عمود سلسلتين وانزل في العمود اللي جنبه على طول. طيب وصلت خلاص لاخر السطر. انا هوريكم بس القفلة دي، المروحة الاخيرة. باجي هنا بقفل في سلاسل الارتفاع 3 سلسلة 1 2 3، اقفل هنا بغرزة منزلقة، وفي نفس المكان اطلع سلسلة واحدة، وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو واحدة. طيب السطر اللي انا هشتغله دلوقتي هو نفس السطر اللي انا كنت اشتغلته قبل كده في جسم البلوزة، اللي هو السطر ده اللي انا بشتغل فيه غرز حشو. كنت باجي هنا في اول مربع من المربعات اللي انا عملتها في المروحة، بشتغل هنا غرزة حشو واحدة، وبعد كده اللي جنبه 2 2 2. باجي هنا بلاقي عندي 3 سلاسل، المربع اللي هو بيبقى فيه 3 سلاسل كنت بشتغل تحتيه 3 غرزة حشو، واكمل المربع اللي جنبيه واللي جنبيه واللي جنبيه غرزتين حشو، واخر مربع بشتغل فيه غرزة حشو واحدة. اوريكم هنا برضو عشان تبقى الصورة اوضح. اول مربع هنا هشتغله غرزة حشو، التاني والتالت والرابع والخامس غرزتين حشو. جيت هنا المربع اللي هو فيه سلسلتين 1 2 هشتغل فيه 3 حشو، وبعد كده ارجع اكمل المربع ده وده، يعني الاول والتاني غرزتين حشو. المربع الاخير في المروحة اللي موجودة معايا بشتغل فيه غرزة حشو واحدة، وارجع يعني اكمل هنا كمان غرزة حشو واحدة اللي هو حرف او رقم 8، واول مربع بيقابلني بشتغله برضو غرزة حشو. يعني اول مربع في المروحة واخر مربع في المروحة بيبقوا غرزة حشو واحدة، والباقي كله بيبقى غرزتين حشو، ما عدا المربع اللي هو بيبقى فيه سلسلتين 2 بشتغل تحتيه غرزتين حشو. ضروري جدا ومهم ان احنا نخلي بالنا من عدد غرز الحشو اللي بنشتغلها، عشان بناء عليها بيتكون السطر اللي بيجي بعد كده اللي احنا هنشتغله. طيب نهاية السطر خلاص، متبقي معايا اخر غرزتين. الغرزة دي اللي هي المربع الاخير في غرزة المروحة بشتغلها غرزة حشو واحدة،
ورقم التمانية اللي هو الشكل ده بشتغل برضو من تحتيه غرزة حشو واحدة، وبقفل في اول غرزة حشو تقابلني غرزة منزلقة. انا محتاجة ابتدي الشغل من عند تاني عمود، يعني العمود ده مش هعمل فيه حاجة، خلاص انا قفلت فيه بالغرزة المنزلقة بتاعتي، وابتدي من عند تاني عمود. فعشان اوصل لتاني عمود هوصل له بالغرز المنزلقة. ادي تاني غرزة منزلقة معايا، وتالت غرزة اللي هي غرزة العمود تبقى منزلقة، واطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4 دول بمثابة عمود بلفتين، ازود عليهم السلسلتين اللي انا بنتقل بيهم، واخد او اشتغل عمود في تاني في تالت غرزة. ادي 1 2 3 اشتغل في تالت غرزة عمود بلفة، اخد غرزتين كمان واشتغل نص عمود في تالت غرزة، 1 2 3 سلسلتين كمان واشتغل نص عمود في الغرزة التالتة، لان انا عندي هنا حرف الفي، تحت حرف الفي في 3 غرز حشو، انا بشتغل نص عمود في اول غرزة وفي تالت غرزة، يعني بسقط غرزة في النص، وسلسلتين كمان واشتغل عمود بلفة في تالت غرزة، 1 2 3 سلسلتين كمان واشتغل عمود بلفتين في تالت غرزة، 1 2 3 اخد سلسلتين كمان وعمود بلفتين، 1 2 3 في رابع غرزة. طيب السطر ده هو تكرار السطر اللي انا كنت بعمله في جسم البلوزة، اللي هو السطر ده، اللي هو بعد سطر غرز الحشو. طيب انا خلاص داخلة على نهاية السطر، هاخد السلسلتين بتوعي واقفل في رابع سلسلة من سلاسل الارتفاع، 1 2 3 اقفل هنا واطلع 3 سلاسل كأنهم اول عمود. السطر ده انا محتاجة ان انا اشتغل كله عواميد، هاجي مثلا في اول مربع اشتغل 3 عواميد، وفوق العمود عمود. انا محتاجة يبقى معايا 193 عمود، عشان السطر اللي هيجي بعد كده هبقى محتاجة ان انا اقسمه بحيث ان انا يبقى معايا 7 مربعات، فلازم يبقى العواميد في السطر اللي انا هشتغله دلوقتي يعني يبقوا 193 عشان يبقى سهل عليا تقسيمهم. فممكن مثلا المربع ده كان كبير شوية فانا حطيت فيه 3 عواميد، المربع اللي جنبيه هيبقى مثلا برضو 3 عواميد، واللي جنبيه ممكن يبقى عمودين عشان هو صغير شوية، وفوق انا كنت شغالة هنا نص عمود يبقى اشتغل فوقيه عمود، واللي جنبيه ممكن يبقى 3 عواميد في مكان واحد يعني، وفوق العمود عمود، واكمل كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. وبعد كده بعدهم واشوف، والله لو 193 يبقى كويس، طلعوا قليلين بزود لحد ما اجيب الرقم، طلعوا زيادة يبقى هنقص عشان اجيب الرقم بتاعي. طيب انا كده خلاص عملت 193 عمود. عملتهم ازاي عشان ابقى يعني مسهلة الدنيا عليكم؟ اشتغلت في تحت كل مربع عمودين 2، وطبعا فوق كل عمود عمود، بس جيت عند المربعات اللي هي الصغيرة اللي انا كنت اشتغلتهم نص عمود، اللي هو المربع ده، واشتغلت تحتيه 3 عمود. بقى كل مربع صغير هنشتغل تحتيه 3 عمود، وكل مربع كبير 2 عمود، وهنا 3 عمود، اللي هو ما بين الاتنين نص عمود بشتغل 3 عمود لحد ما بوصل لاخر السطر، وبعد الغرز بتاعتي. بعد ما عديت لقيت ان انا محتاجة ازود في اخر مربع 6 عواميد، يعني المربع الاخير ده انا اشتغلت عليه عمودين 2 اللي هو المفروض ان انا بشتغلهم، ولقيت ان انا محتاجة ازود 4 عواميد كمان.
فبقى الاجمالي جوه المربع الاخير 6 عواميد. ده عشان ابقى مسهله الدنيا عليكم، تبقوا عارفين كل مربع نشتغل تحتيه كام عمود تقريبا. طيب خلاص كده انا بقفل السطر 1 2 3، بقفل في تالت غرزة وبطلع 3 سلاسل دول كأنهم اول عمود. انا محتاجة اشتغل 4 عواميد جنب بعض. خلاص اشتغلت اول عمود، يبقى فاضل لي 3. ده التاني، التالت، وده رابع عمود. وهشتغل 7 مربعات جنب بعض. المربع بنعمله عبارة عن سلسلتين، وبسيب عمودين على السطر وانزل في تالت عمود، سلسلتين وانزل في تالت عمود لحد ما يبقى معايا 7 مربعات او 7 فراغات. كده بقى معايا 7 مربعات. باجي عند المربع الاخير، انا معايا اوريدي عمود على السطر خلاص، محتاجة يبقى معايا كمان 3 عواميد جنبه عشان يبقوا 4 عواميد جنب بعض زي بداية الشغل. يبقى انا بدأت ب4 عواميد ونهيت ب4 عواميد، وفي النص فيه 7 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7. بكمل كده بقى 7 مربعات و4 عواميد، 7 مربعات و4 عواميد لحد نهاية السطر. طيب وصلت لاخر السطر، هاخد سلسلتين 2 عشان اعمل المربع السابع والاخير. بس في حاجة انا حبيت اقول لكم عليها، معلش. السطر السابق اللي هو اخر مربع، انا قلت لكم ان انا حطيت فيه تقريبا 6 عواميد. لا احنا هنخليهم 5 بس. ليه؟ لان انا لما اخد سلسلتين جيت لقيت ان في عمود هيبقى زايد، يعني هسيب عمودين على السطر 1 2 والعمود ده زايد. بس طبعا انا مش هفك كل ده، فعايز يعني هشتغل عليه مفيش مشكلة. بس انتوا لما تيجوا تشتغلوه ما تبقوش تعملوا 6 عواميد، اكتفوا ب5 عواميد بس. المهم ان انا عملت السلسلتين وهقفل خلاص في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. بقى عندي بالشكل ده. هي مش مقصرة قوي على فكرة، فعادي. فيعني بدل ما تعملوا 193 هتخلوها 192 عمود. ان يبقى في عمود فارق زيادة مش مشكلة. طيب السطر اللي بعد كده اطلع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وهزود سلسلتين 2، يبقى كده بداية السطر 5 سلاسل. وهاجي في اخر عمود من ال4 عواميد اشتغل عليه عمود، وتحت السلسلتين اشتغل عمودين 2، وفوق العمود عمود. واشتغل مربعات لحد ما اوصل لل4 عواميد دول، 1 2 وعمود فوق العمود، سلسلتين واشتغل عمود فوق العمود، سلسلتين 2 واشتغل عمود فوق العمود، سلسلتين كمان وعمود فوق العمود، سلسلتين كمان وعمود فوق العمود. طيب خلاص كده المربع الاخير اللي هو قبل ال4 عواميد اشتغل بقى هنا عمودين 2، واخد عمود من ال4 عواميد عشان يبقى معايا 4 عواميد.
سلسلتين كمان وابتدي اشتغل المربعات بتاعتي. هنا هشتغل اسيب عمودين على السطر واجي في العمود الرابع الاخير ده واعمل عمود، وبرضو جنبيه في المربع ده اشتغل اشتغل عمودين، وفوق العمود عمود، واكمل مربعات لحد ما بوصل للاربع عواميد دول. المربع اللي قبل الاربع عواميد انا اشتغلت خلاص عليه عمود، وجوه المربع نفسه او تحت السلاسل بشتغل عمودين اتنين، واشتغل اول عمود من الاربع عواميد. بعد كده سلسلتين واخد المربع اخد العمود الاخير، والمربع اللي جنبيه اللي هو الفاضي ده اشتغل برضو جواه عمودين اتنين، وفوق العمود عمود، واكمل شغل مربعات عادي. طيب اخر السطر هشتغل في اخر مربع عمودين اتنين، وهاجي في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع 1 2 3 واقفل بغرزة منزلقة. بعد ما قفلنا بالمنزلقة هنيجي نشتغل كمان في اول مربع. هنا انا محتاجة يعني ابتدي شغلي من الفراغ ده او من المربع ده، فهدخل فيه غرزة منزلقة واطلع 3 سلاسل 1 2 3، وهعتبر ان دول هم اول عمود. ازود سلسلة كمان يبقى كده 4 سلاسل، واشتغل جوه المربع تاني عمود سلسلة، تالت عمود سلسلة. انا محتاجة يبقى معايا 5 عواميد، 1 2 3، ده كده الرابع، وسلسلة، وادي كده الخامس، يبقى معايا 5 عواميد. طيب اخد سلسلة وهاجي فوق اخر عمود من الاربع عواميد، يعني فوق العمود الاخير ده اشتغل عمود، وجوه المربع بعمل عمودين اتنين، وفوق العمود اشتغل عمود. اشتغل 3 مربعات جنب بعض كده، اول مربع، تاني مربع، وتالت مربع. وهاجي في المربع الاخير اللي هو جنب على طول الاربع عواميد اشتغل فيه عمودين اتنين، واخد عمود من اول 4 عواميد. طيب باخد سلسلة واحدة واجي وسط ال8 عواميد دول الفراغ ده، واشتغل ال5 عواميد بتوعي، فاصل ما بين كل عمود والتاني سلسلة، عمود سلسلة، تاني عمود سلسلة، تالت عمود سلسلة، رابع عمود سلسلة، وادي خامس عمود، واخد برضو سلسلة، واشتغل فوق العمود الاخير عمود، وجوه المربع عمودين اتنين، وفوق العمود عمود، وبكرر 3 مربعات وابتدي امشي على نفس الخطوات دي لحد ما بوصل لاخر السطر. بنكرر نفس الخطوات. انا وصلت خلاص لنهاية السطر. بشتغل في المربع ده عمودين اتنين،
1 2 وفوق العمود عمود، وباخد سلسلة واحدة واقفل في سلاسل الارتفاع اللي هي السلسلة الثالثة بغرزة منزلقة. طيب انا محتاجة ابتدي الشغل من النقطة دي او الجزء ده، فهاجي من تحته كده واشتغل فيه غرزة حشو، وبعد كده اطلع 3 سلاسل 1 2 3، والفراغ اللي جنبيه اللي هو هنا اقفل فيه بغرزة حشو، واطلع كمان 3 سلاسل واللي جنبيه غرزة حشو، و3 سلاسل واللي جنبيه غرزة حشو. طيب محتاجة اخد 4 سلاسل 1 2 3 4. اول ما بلاقي الاربع عواميد دول بشتغل عمود فوق اخر عمود من الاربع عواميد، وبالتالي المربع اللي جنبه الفاضي ده بنزل فيه بعمودين 2، وفوق العمود اشتغل عمود واخد مربع عبارة عن سلسلتين عمود فوق العمود، يبقى انا كده شكلت مربع واحد، وانزل في المربع اللي جنبيه على طول ده بعمودين 2 وعمود فوق العمود. بالمناسبة دي غلطة مني انا، يعني ده عمود سلسلتين 3 عواميد، انا المفروض ما كنتش اعمل السلسلتين دول، هما جم معايا كده يعني غلطة نسيت فعملتهم. خلوا بالكم ان البلوزة دي فيها غرز كتير وعد كتير، وكل سطر او كل سطرين بتلاقوا يا اما بنعمل 3 غرز يا اما بنعمل غرزتين 2، فالايد على حسب ما بتتعود في سطر واحد بتيجي تلقائي غصب عنك في السطر اللي بعديه بتلاقي ايدك واخده ان هي تشتغل غرزتين 2. انتوا فاهميني؟ فدي غلطه، يعني ده اوعوا تفتكروا ان هو مربع، لا ده غلطه مني انا، بس يعني انا يعني مش هفك السطر ده كله او السطور دي كلها، فانا هكمل عادي شغلي، بس انتوا تخلوا بالكم تبقوا مركزين وانتوا بتشتغلوا. فخلاص كده انا اشتغلت الاربع عواميد، اجي هنا اشتغل 4 سلاسل وادخل في اول فراغ بغرزة حشو، وبعد كده اطلع كمان 3 سلاسل الفراغ اللي جنبيه غرزة حشو، و3 سلاسل واللي جنبه غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو. طيب اطلع 4 سلاسل واجي فوق العمود الاولاني ده اشتغل عمود، وفي قلب المربع نفسه اشتغل عمودين 2، وفوق العمود عمود، واخد مربع واحد و4 سلاسل 1 2 3 4، وانزل بغرزة حشو هنا. اسفة هو شفتوا لخبطة تانية دي لخبطة تانية. طيب انا بعد ما عملت العمود هنا بنزل هنا بعمودين 2 واخد اول عمود من الاربع عواميد، بعد كده 4 سلاسل واقفل هنا بغرزة حشو، بعد كده اطلع 3 سلاسل كمان واقفل في اللي جنبيهم غرزة حشو، 3 سلاسل كمان واقفل في اللي جنبيهم غرزة حشو، 3 سلاسل كمان واقفل في اللي جنبيهم بغرزة حشو. طيب هوريكم المرة دي من غير لخبطة ان شاء الله طيب هطلع 4 سلاسل 1 2 3 4، بعد كده اجي عند العمود الاخير اشتغل فوقيه عمود، وفي قلب المربع اشتغل عمودين 2 وفوق العمود عمود، اشتغل مربع واحد 1 2 عمود فوق العمود، وبعد كده انا دخلت خلاص على 4 عواميد، يبقى اشتغل هنا عمودين 2
واخد اول عمود اشتغل فوقيه عمود واحد، اشتغل فوقيه عمود واحد اهو. وبعد كده اخد الاربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، واول فراغ هنا من الخمس عواميد دول اشتغل فيهم غرزة حشو واطلع 3 سلاسل، واللي جنبيه غرزة حشو، واكمل كده لحد اخر السطر. واتمنى ان انتوا تبقوا مركزين احسن مني عشان ما تضطروش ان انتوا تفكوا سطور او يبقى عندكم يعني غرز ناقصة او زايدة يعني. هي بس غرزها كتير وشغلها كتير، فعشان كده ايه بتلخبط شويه، فمحتاج ان انت تبقي مركزه لها قوي وفايقه لها ودماغك فاضيه ليها. هنكمل كده لحد اخر السطر. طيب وصلت خلاص عند اخر السطر وانا واقفه عند الاربع سلاسل. هاجي في اول غرزه حشو، انا كنت باديه الشغل بغرزه حشو وطلعت فيها الثلاث سلاسل. هاجي في غرزه الحشو اشتغل غرزه منزلقه، وبعد كده المفروض ان انا ابتدي سطر جديد. طيب انا عايزه ابتدي من منتصف الثلاث سلاسل، يعني انا عاوزه ادخل هنا، فهاجي واشتغل غرزه منزلقه واطلع 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واقفل في تاني فراغ جنبها بغرزه حشو. بعد كده اطلع 3 سلاسل واقفل في اللي جنبها بغرزه حشو. بعد كده هاجي هنا اشتغل 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واجي عند اخر عمود من الاربع عواميد اشتغل فوقيه عمود. بعد كده في الفراغ اشتغل عمودين اتنين، وفوق اول عمود اشتغل عمود. اشتغل برضو 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واجي هنا واشتغل غرزة حشو واطلع بثلاث سلاسل واقفل في اللي جنبها بغرزة حشو، 3 سلاسل واقفل في اللي جنبها بغرزة حشو، 3 سلاسل، اسفة هيبقى 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واجي فوق اخر عمود من الاربع عواميد اشتغل عمود، وفي الفراغ اللي جنبه اشتغل عمودين اتنين، وفوق اول عمود اشتغل عمود، واخد برضو 5 سلاسل واقفل في اول 3 سلاسل بغرزة حشو واطلع 3 سلاسل واكمل لحد ما بوصل لاخر السطر. طيب وصلت عند نهاية السطر. انا عملت 3 مربعات، واحد اتنين تلاتة، وهاجي عند الخمس سلاسل دول اشتغل 3 عواميد عشان يبقى معايا 4 عواميد. ولو تفتكروا بداية السطر انا كنت عملت 5 سلاسل، يعني جيت عند الثلاث سلاسل اللي هي كانت عاملة غرزة واحدة عبارة عن 3 سلاسل، اللي هي غرزة الأناناسية دي، وطلعت منها بالخمس سلاسل عشان يديني الشكل ده. فأنا محتاجة أقفل بخمس سلاسل، فهاجي أعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهاجي هنا تحت الخمس سلاسل دول أقفل بغرزة منزلقة من تحتهم كده. طيب أنا محتاجة أوصل في الفراغ ده واشتغل 3 عواميد وعمود فوق اول عمود. طب هوصل من هنا لهنا ازاي؟ همشي بغرز منزلقة بس في قلب السلاسل نفسهم، فهاجي في اول سلسلة كده تقابلني
اشتغل غرزة منزلقة، واللي جنبها غرزة منزلقة، واللي جنبها دي تالت كده ايه غرزة منزلقة. واجي برضو عند رابع غرزة واشتغل منزلقة، يبقى انا اشتغلت اول 4 غرز منزلقين. طب هاجي بقى من عند الغرزة الرابعة واطلع الشغل بتاعي، بداية الشغل بتاعي يعني اعمل 1 2 3 كده كأنه اول عمود، وانزل هنا بعمودين كمان، يبقى كده بقى معايا 3 عواميد تحت ال5 سلاسل، واجي فوق العمود واشتغل عمود. طيب انا السطر اللي فات كنت بشتغل 3 مربعات، انا محتاجة ازودهم اخليهم 5 مربعات، فهاخد سلسلتين 2 واجي فوق العمود اشتغل عمود، طبعا سايبة عمودين على السطر، وهنا سلسلتين كمان واجي فوق العمود اشتغل عمود، سلسلتين كمان واشتغل عمود فوق العمود. ده كده اخر مربع اللي هو المربع الخامس. طيب دلوقتي 1 2 3 4 5 5 عواميد، اجي تحت ال5 سلاسل اشتغل 3 عواميد، 1 2 3 3. واول ما الاقي غرزة حشو كده اشتغل عليها سلسلتين 2 او اشتغل فوقيها سلسلتين 2، واجي تحت الخمس 5 سلاسل اشتغل 3 عواميد، 1 2 3، وفوق العمود اللي هو اول عمود ده اشتغل عمود، فكده بقى معايا 4 عواميد، واكرر ال5 مربعات جنب بعض. وبعد العمود بشتغل تحت ال5 سلاسل، ما ننساش ال3 عواميد، عشان يبقى مديني الشكل الهرمي ده. عشان كده بشتغل هنا 4 عواميد وهنا 4 عواميد، يعني في البداية والنهاية بشتغل 4 عواميد. وخلاص دخلت على غرزة الحشو، يبقى اشتغل فوقيها سلسلتين، واجي تحت ال5 سلاسل اشتغل ال3 عواميد، وفوق اول عمود اشتغل عمود، واكرر ال5 عواميد جنب بعض، واكرر نفس الشغل ونفس الخطوات لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب خلاص انا وصلت عند نهاية السطر ومعايا ال5 مربعات 1 2 3 4 5. ناقص ان انا اختم بالسلسلتين، لان انا لقيت عندي هنا غرزة حشو زي ما اتفقنا بشتغل عليها سلسلتين 2 او فوقيها سلسلتين 2، وباجي في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع اقفل بغرزة منزلقة، وكده احنا نهينا السطر. طيب السطر الجديد بقى هنعمل فيه ايه؟ هنشتغله كله عواميد، يعني هاجي هنا واطلع ال3 سلاسل 1 2 3 كده اول عمود، وفوق ال3 عواميد اشتغل 3 عواميد. طيب دخلت على السلسلتين اشتغل تحتيهم عمودين 2، وفوق العمود عمود، وهكذا كل ما الاقي عمود بشتغل عليه عمود، لقيت مربع بشتغل في قلبه عمودين 2، لقيت
عواميد بشتغل عواميد. نفس الحكاية هنا في سلسلتين اتنين بشتغل تحتيهم عمودين اتنين، وبكرر نفس الكلام لحد ما بنهي السطر بتاعي. انا هنا خلاص نهيت بعمودين اتنين وقفلت في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بقى هو هيبقى تكرار للسطور اللي احنا عملناها هنا. شايفين يعني من اول اللي هو الجزء التحتاني اللي هو من تحت الصدر، انا كنت اشتغلت هنا سطر عواميد، خلاص انا اشتغلت السطر العواميد، ناقص ان انا اكرر سطر المربعات وبعدها سطر اللي هو 3 عواميد وفراغ، 3 عواميد فراغ 3 عواميد. كنت بعمل هنا 3 عواميد 3 سلاسل 3 عواميد، وببتدي اكرر نفس الغرزة دي لحد ما بوصل هنا كده. اوريكم برضو شكلها في الصورة في الموديل الاصلي عشان تبقى واضحة اكتر بالنسبة لكم. شايفين انا جيت من تحت الجزء اللي هو بتاع الصدر اللي هو ده، عملت سطر عواميد، انا مش عارفة الصورة واضحة لكم ولا لأ، عملت سطر عواميد وبعد كده سطر مربعات، وبعد كده بدأت اعمل الغرزة دي اللي هي ال3 عواميد مربع 3 عواميد لحد ما بوصل لجزء اللي هو المروحة. العواميد اللي هي الطويلة قوي دي لا انا ما بعملهاش، انا بختم بس لحد السطر ده. يعني الجزء ده هو تكرار الجزء ده، عشان بس ما طولش وقت الفيديو، لان الفيديو بقى طويل جدا، والبلوزه دي يعني صعب قوي ان هي تنزل على جزء واحد، هتبقى يعني فيها اكتر من جزء. احاول ان انا اخليهم جزئين اتنين، لان في ناس كتير ما بتحبش حوار الاجزاء ده وبيتوهوا فيهم، فانا هحاول ان انا يعني اضغطه على قد ما اقدر بحيث ان هو ينزل على جزئين اتنين، لو كتر قوي يبقى 3 بالكتير ان شاء الله. ونخلي بالنا يعني نحاول ان احنا نركز فيها، لان هي فيها غرز كتير وخطوات كتير واعداد، فنحاول ان احنا نبقى مركزين، عشان لو غرزة فلتت مننا كده ولا كده هتضطروا ان انتوا تعيدوا تاني وتفكوا، فمن اولها نركز. انا بقى هخلص الجزء اللي باقي وارجع لكم عشان نشوف شكل الموديل النهائي. ده كده شكل البلوزة النهائي، اتمنى انها تكون عجبتكم، ويا ريت اشوف تطبيقاتكم ليها وتبعتوها لنا على رسائل صفحتنا مروة للهاند ميد على الفيسبوك. ولو في اي تعليق او استفسار او افكار او اراء اي حاجة ابعتوها لنا على القناة، هنرد عليكم اكيد في اقرب وقت ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.